يلا بقى نجرب اختراعات. كان اختراع موجودين من كام مطعم. فاول واحد هو بافلو برجر، عاملين الخيار المخلل اللي عليه بريدنج وبيقرمش المفروض وبتاع. وتاني اختراع بقى فين؟ والاختراع التاني بقى من عند كي اف سي، برضه حاجه كرانشي، بس هم مستخدمين شيبسي كرانشي وعاملين بيه بريدنج بتاع الفراخ. تعال نشوف خلطه كنتاكي على الشيبسي كرانشي هتعمل ايه. وبقول لك ايه، ادخل شوف يا حميده. ايه. بص بقى، انا عايز ابشركم يا جماعه بشرى هايله، يا ريت كله يبارك لي عليها. ان انا بصور فين دلوقتي؟ داخل كنتاكي. انا جوه كنتاكي، احمر يا باشا في ابيض في الدنيا. يا باشا جوه خلاص، بس برضه هنبقى قاصيين. ايوه يا حميده خص. بعدين بقى ايه ده؟ هو انت جايبها اوريجينال دي ولا والله لا ايه؟ انا جايبها شيبسي. تعال نشوف. هو البوكس دوت مكون من قطعه فراخ وتويستر، طبق رز وكول سلو وبيبسي ب 101 جنيه. هو سعره كويس يعني، بس انا حاسس ان القطعه دي فين البريدنج المقرمش بتاع كنتاكي؟ حاسس ان فيها غلط. صح؟ هو طلع في الاخر ان القطعه نفسها ما عليهاش التويستر، هو اللي عليه. طعمها حلو ومش مزيته، بس الكرانشي بتاعها ضعيف قوي يعني. وانا سالته هي دي سبايسي ولا اوريجينال، قال لي سبايسي، فمش عارف ليه. حلو بس الكرانشي بتاعها مش هو ده كرانشي كنتاكي بتاع السبايسي، ده عامله زي الاوريجينال بالظبط. يمكن هو غلط بقى، بس هو قال لي سبايسي. عامل ايه؟ انا مالي. الرز برده بتاع كنتاكي الجامد ده راب. هو ده بقى اللي عليه ايه؟ الكرانشي. ايوه الشيبسي اهو. تعالى ندوقه. ده شيبسي طعم ايه ده يا حميده؟ شكله شطه وليمون، لان هو اصلا شكله مشطشط بتاعته. هو حراق اوفر يعني. حاجه هو سبايسي قوي. تاني حاجه انا حاسس ان انا باكل قطعه فراخ مع شيبسي. انا بالنسبه لي مش هجيبه تاني. لو انا هجيب القطع العاديه السبايسي والتوستر العادي السبايسي. ما اعرفش شكله، هو ما اعرفش القطع دي هل دي القطعه بتاعتنا فعلا. هنشوف بقى الكول سلو. بوم. البوكس ده كام من 10؟ بص هو يعني اختراع فاهم ميديوم، لا منه حلو ولا منه وحش، بس هو فكره ان معاه شيبسي جوه. الشيبسي ساعات برضو ايه ده، لو ضربته دليفري هتلاقي الشيبسي بقى عجينه خلاص. فاوفر اول شغال، بس يعني القطعه العاديه انا بالنسبه لي احلى يعني. فاوفر اول اديله 7 من 10. قلت اوفر اول كام مره في الجمله ديت؟ 7 من 10. ويلا بينا نروح على اللي بعده. وهنا بقى احنا بنصور في بافلو برجر. دول عادي ما طردوناش قبل كده، انما التانيين فاكرين. بص بقى، انا اصلا كنت جاي اجرب الخيار المخلل، بس لقيت ان في ساندوتش جديد منزلينه اللي هو اسمه ويزرد، ولقيت فيه حاجات كتير في المنيو تاني زياده. فانا يعني ما جربتش غير هو الساندوتشين دول، بس لما جيت فتحت المنيو لقيت فيه حاجات زياده. دي بقى ممكن نبقى نجربها بعدين. ميزه على فكره بقى بافلو برجر لما بتاكل في المحل، ده الخيار المخلل الخيار المخلل يا باشا. وميزه بقى بافلو برجر لما بتاكل جوه المحل، ان هو بيروح جايب لك السموك صوص باسترد. انا ما اعرفش ايه الباسترد صوص دوت، وكاتشب ومستردة وسيراتشا وبتاع. فاحنا تعالى نجرب ايه الخيار المخلل ده ونشوف راينا فيه. القرف ده، بس هو وحش قوي. ان هو بص انت بتاكله الخياره بقى ايه، خياره مهريه، تحس انت بتاكل كوسه. 3 من 10 حلو قوي عشان الاستاف محترم قوي يعني. لا 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 وحش قوي، وحش قوي يا بافلو. كويس ان احنا ما جربناش ده، بس عشان ايه، ممكن حاجه تيجي تعوضنا يعني. لو انت ممكن ما تقدرش تكمله من كتر ما هو وحش. خلاص يا مصطفى، الاعلان اللي انت بتعمله ده يا حبيبي. ده الساندوتش بتاع الفراخ تمام. ده محطوط عليه الكول سلو اللي هو الكرنب الاحمر، وقطعتين جبنه، وقطعتين المفروض انها تشيز بومب يعني. المفروض دي لما هناكلها تروح باظه. وبحب بقى حركه بافلو برجر، حوار اللي هو يروح حاطط لك الخضار بره دي. تعالى نفتح ونشوف ده ايه. هو كبير قوي. بص هو دي شكل قلب دي ولا ايه؟ بص جواه فراخ والبريدنج بتاعها. بس عنده بقى مشكله، وانا متاكد ان دي حصلت في السوا. هو قال لي انها بتستوي في ربع ساعه، فهي بتستوي على نار هاديه. النار الهاديه دي خلت الكرانش اللي بره ناشف قوي يعني. هي مستويه حلو من جوه، والجبنه طعمها حلو اللي جوه وكل حاجه، بس البريدنج لو انت بتاكل في حجره بتقطمها في الاول كده ناشف قوي. بس حاسس ان هو لو استوى بطريقه ثانيه يبقى حلو وكبير يعني. احنا دورناهم كلهم، اعتقد كلنا متفقين على نفس الحاجه. هي المفروض بقى ايه، حط حراره يعني، حط النص في الاول، بعد كده هدي، بعد كده تعلي تاني عشان تستوي من جوه، وفي نفس الوقت ما يبقاش الكراست من بره ناشفه قوي كده. هو لو تعدل الموضوع ده هيبقى ساندوتش حلو. بس هو دلوقتي انا بالنسبه لي برده مش المكونات حلوه وكل حاجه. 7 من 10 معلش، عشان حوار البريدنج ده قفلني شويه، وحتى انت مش هتعرف تمضغه اساسا. لا دي خلاص فكك منها خالص. ودوت 7 من 10. لو حسنوه ممكن عادي يبقى 9 من 10، بس لو اتحسن بقى الموضوع ده. بقول لك ايه، خلصنا بقى حاجاتنا بقى، واقفل بقى يا مصطفى.